خوتي خواتاتي جيت نعاود لكم واحد القصة بلسان ديالي أنا واحد الشابة سميتي منى، في عمري 20 عام، قارية من عائلة ميسورة الحال. الأب ديالي راجل طيب، والأم ديالي ربة بيت من النوع اللي كتفهم في كل شي وما كيعجبها العجب، وأخت لجوج دراري وخدامة في واحد الشركة المقاولات. وتماك تعرفت على واحد الشاب كان في حدود 26 عام، إنسان مثقف وواعي وطيب القلب، ومن عائلة متوسطة الثراء. نشأت بيني وبين واحد العلاقة شريفة، كان نهايتها الزواج على سنة الله ورسوله. الحاصل كان سميتو عادل، كان راجلي عادل كيدير المستحيل باش يسعدني، وكيشوف لي في وجهي وكيحسسني بلا غير انا اللي كاينه. لكن قلة عقلي وفهمي لامور الدنيا خلاوني دمرت زواجي ودمرت مع حالي. الحاصل بعد الزواج منه مباشرة كنت سعيدة في حياتي، لكن بعد ما بدات عائلتي كتدخل في الخصوصيات بيني وبين راجلي وعائلته، وبالضبط كانت الام ديالي كتجي عندي كتبقى عليا بالهضره حتى كتخليني ماشي نورمال. وكان اول حاجه كتطلبها مني ما نكترش شان الحباب راجلي ونخليهم ديما على الهامش باش ما يتصروش عليا انا وراجلي. نسات مي بلا عائلته هي اللي ولداتو ورباتو كبراتو. المهم كيف قلت لكم، اكتشفت ان امي كتدخل بطريقه غريبه بيني وبين عائله راجلي، حتى بدلتني ووليت دايره القرون. وما اكتفتش بهذا الشيء، ولات كتغرس فيا بعض الشكوك من ناحيتهم، بحال مثلا يرشوا ليا ولا يوكلوا ليا السحور. المهم نهار على نهار وانا كنلقى راسي كنبعد على حباب راجلي، ومن طبيعة الحال بفضل توصيات ميمتي، هاد الميمة اللي كان شغلها الشاغل تدخل في الخصوصيات ديالي. المهم في البداية رد البال راجلي بقلة اهتمامي بعائلته، لكن اعتبر هداك الشي مجرد نزوة وغادي تزول، خصوصا فاش ساق الخبر بلا راني حاملة. وحتى عائلته ما حاولوش يحسسوني حتى بشي حاجة، بالعكس مقابل الإهمال ديالي كانوا كيتهلاو فيا. وكيف قلت لكم حتى هما صحاب ليهم هداك الإهمال ديالي نتيجة أعراض الحمل. ورغم أن عكوستي كانت صاحبة مرض إلا أنها كانت كتحاول ترضيني الله يسمح ليا منها. المهم باقي كنذكر كنت كنمشي انا وراجلي المرجان وما كيخلي ما كيجيب ليا، ورغم ان عائلته كانوا ساكنين حدايا الا ان ضنون هو الاخر ما كنخليش يديه لحبابه، وهو صابر وساكت وكيحشم في بلاصتي. وعلاش؟ لان لالا مولاتي اللي هي انا راها حامله وما كيبغيش يخسر ليا الخاطر. المهم عيشت راجلي في الجحيم وديما منفخة عليه ودفع الكبير. وويلي الا مشيت معاه في الطونوبين وركبت معانا شي وحده مخواتاتو على اساس يوصلها لشي بلاصه نهارو كحل. المهم باختصار كنت حاضيه غير حبابو، واللي بقى فيا كتر اني ما كنتش شريره، لكن تعليمات ميمتي كان خصني ننفذها بالحرف الوحيد. الحاصل من نهار داني وانا ملفخه وديما مناخري في السما، ومشحال د الخطرات كنت كنحشم راجلي مع حبابو كنطيح من قيمتهم. وحتى من الجيران هما الاخر كان ديما كيتمنى نقول لهم السلام لان كانوا عزازين عليه، وكنت انا ما كنرضاش كاع نهضرهم الا تلاقيتهم حدا الباب. المهم كنت كنمشي على الخطوات اللي كترسم ليا ميمتي، وهكاك بقيت حتى ولدت. ونهار ولدت داتني ميمتي لدارنا عوض ما تمشي معايا لداري ويتجمعوا عليا حباب راجلي. المهم داتني معاها لدارنا وحرمات حباب راجلي باش ما يجيوش عندي، وبقيت معاها حتى لاخر يوم قبل ما نديرو حفلة الاسبوع. وعاد مشيت لداري وعاد جاو حباب راجلي وشافوني. اما خلاص نهار الاسبوع مي ما عطات كاع الاهميه لحباب راجلي، ولات كتصرف في داري هي الراي هي شوار، لدرجه انهم حسوا براسهم بحال الغرباء وبقى فيهم الحال. اما راجلي ما عجبلوش الحال. في هذيك اللحظه بقات كتحيد الغشاوه على عينه، ولاحظت قله الاهتمام والاحترام من طرف امي فيما يخص حبابه. الحاصل داز شي اسبوع على ولاده ولدي حمزه، وعادل ولا واحد اخر ولا كيلاحظ كل شاده وفاده. ومره كان كيغوت عليا باقي عاقله. واحد النهار قال لي جمعي راسك ولا غادي تندمي. اش هاد التصرفات البايخه.
اما انا بالولاده ديالي لولدي حمزه كان صحاب ليا بلا راني شديت الراجل، لكن اكتشفت ان راجلي صحيح ولده عزيز عليه لكن ميمتو كتر. الحاصل ان مي بقات على زواجي حتى خرجت عليا، خاصه فاش خبرتها بلا عادل ولا مره كيغوت عليا، فجن جنونها وقالت لي باقي ما تخلق اللي غوت لي على بنتي. اش غادي دير؟ التجأت الاساليب الخاصه ديالها وهي الخرافات والشعوذه، وتماك زاد الطين وبله، خاصة فاش حصل عندي عادل واحد الحرز كانت جايبه ليا ميمتي، سولني عليه وشكون اللي جابو ليا، وتماك دارت بيا الدنيا وبقيت كنتفتف في الهضره. سولني من جديد شنو درتي في هذاك الحرز وشكون جابو ليك، وبقيت خايفه. وتماك قال لي تزوجتك لان كان كيصحاب ليا بلا ما كايناش شي بنت بحالك خلوقه، وقلت ربي كرمني بالمراه مزيانه ما يخسى حتى شي خير معايا. لكن دابا كنشوف بلا راكي سحاره، راني رديت لك البال انت وميمتك، واخا هكا كنت مستعد نحطك في مود عينيا، لكن انتي صدقتي ما كتسوايش، وانا غادي نطلق ليك ويستحيل نعيش مع وحده سحاره. قلت له اش كتقول؟ قال لي ياك ما صحاب لك انا بحال باك ردت امك بحال الحمار، انا راني راجل وما كاينش شي بنت المراه اللي غادي تلعب بيا، وإلا كان على ولدي انا غادي نصرف عليه وما يخصو حتى شي خير. وزاد قال لي هزي اللي بغيتي من الدار وبدرقي عليا كمارتك، والزواج غادي نتزوج بلا لاك ونديرها لك قد فعايلك. غلبوا عليا دموع وبقيت كنبكي وكنطلب منه يسمح ليا، لكن هو شدني بيديا وخرجني وانا غير بالكسوه ديالي اللي كنت لابسه وولدي بيدي، وحتى الكسوه ديالو ما ديتهاش. ركبني في الطوموبيل والطريق كله كان غلي، ما صدقتش هاد الشي اللي وقع ليا. وفاش وصلني لميمتي لاحني بعد ما قال ليها الا عندكم شي حق غادي تاخدوه بالمحكمه، بنتك للاسف ما صدقاتش، بنتك مريضه وعندها شي حاجه في عقلها. وتماك غلبوا عليا الدموع وما حسيت براسي الا وانا كنقول ليه يسمح ليا. كان كيصحاب ليا بلا حب لولدو يقدر يخليه يغفر ليا، لكن هو ركب الطوموبيل وزاد مشى. وحاولت نتصل بيه لكن ما كانش كيرد عليا. الحاصل هكا ميمتي ما ارتحت حتى دمرت لي عشي، وبقيت كنبكي وقطعت البا قلبو. اما امي ما اكتفتش بهذا الشيء، بالعكس بقات كتقول لي اعلى ما في خيلو يركبو. المهم شبعت البكا، خاصه وانا كيجي ليا في البال الصوت ديالو هو كيقول لي وصلنا للحروز، خصك تعرفي بلا اللي دار المخزن انا قابل عليه، الا لا وماشي انا اللي طري فيا المرا وتفرقني على حبابي، راكي مطلقه عندي. وبهداك الصوت ديالو حسيت براسي بلا راني مضغوطه لاقصى درجه، ومن تماك بدات المعاناه ديالي ومرت نفسيا. الحاصل ما جا فين يدوز شهرين على المشيه ديالي لدار والديا حتى كان طلقني. اما على ولدي هو ما هربش من المسؤوليه ديالو كأب، كيصرف على ولده، كل ما في الامر انه تخلص مني انا شخصيا. وهكا شدني الانهيار العصبي، ما بقيتش طبيعيه، وليت مرفوعه، وعرفت بلا الخطأ خطأي انا اللي سمحت الام ديالي حتى دمرت لي حياتي، وانا اللي ما قديتش ندير بلاصتي مع احباب راجلي، وانا اللي كان عجبني راسي وقلبت على المشاكل. وبدا كيتناد معايا الحال، لكن باش نفعني ربي كان عطالي واحد الراجل ما مخسر ليا حتى شي حاجه، لكن انا ما حمدتش الله. المهم دازت مده، واحد النهار مرض ليا ولدي بسخانه وديتو للطبيب وساق الخبر عادل، وجا عندي الكلينيك وفرحت فاش شتو. رغم كاع هداك الشي اللي درت كنت متعلقة به بزاف وكنت كنبغيه، وحياتي بلا بيه ما كتسوى والو، وكان عندي الامل لعل وعسى يسمح ليا اكراما لولدو. المهم استغليت الفرصة وجوده معايا وطلبت منه يسمح ليا. قلت له انا عارفة بلا ما جبتها غير في راسي، لكن انا من نهار اللي طلقتي ليا وانا كنبكي، اسمح ليا ما بقيتش نقدر نعيش هاد الحياة. لكن هو قال لي بمنتهى البرودة بعد ما بقى كيخنزر فيا اش كتقولي؟ راني متزوج. وفي هذيك اللحظة حسيت بحال خشيتو شي موس في قلبي، وما حسيت براسي الا وانا كنقول الله ياخد فيك الحق ميمتي، دمرتي لي حياتي. رجعت للدار والطريق كله وانا كنبكي، كان اخر فرصة بالنسبة ليا، وكنت عايشة على أمل يرضني إكراما لولدو. وتماك وصلت للدار وسولني با مالك كتبكي، مال وجهك مخطوف؟
وخبرته بهداك الشي اللي قال لي يا عادل، وما كان على با غير نوض المشاكل مع امي، وقال ليها ما حشمتي ما رقيتي حتى دمرتي حياة بنتك انت والشيطان خوت. وتماك جالي في البال ما عمرني ما سولت راسي علاش با مسكين تعيس في حياته. امي الله يسمح ليها منعت با ما يمشيش لحبابو، ومنعت حبابو باش ما يجيوش عنده. تخيلوا معايا ما كنعرفش عمامي، وجدتي شتها واحد المرة ومنذ سنين، وبا مسكين كان محروم من ميمتو وما شبع منها، وباقي عاقلة نهار اتصلوا بينا وخبروه بلا راها ماتت وانهم دفنوها. ما عمري ما ننسى هذاك النهار. وحتى خوتي ما لقاو السلك مع امي، حتى هما مساكين خرجت عليهم، خرجت على حياتهم وطلقاتهم من العيالات ديالهم وشتتت ليهم ولادهم. بحال سبحان الله العظيم كتلدد فاش كتلقى شي واحد كيعيش تعيس في حياته. ودابا جا الدور ديالي انا، بين عشية وضحاها وليت تعيسة في حياتي ومدمنة على زيارة طبيب نفساني، وكنشرب دواء ديال الاكتئاب. ونصيحتي لأي شابة ما عمرك ما تعطي الفرصة لميمتك تدخل في حياتك. ومش حال من دمرت وخربت حياة بنتها كيف خربتها امي، وهذه هي قصتي. خوتي خواتاتي ما تنسونيش باللايك ديالكم وتضغطوا على الجرس، وجزاكم الله كل خير، والى اللقاء في قصة واقعية اخرى.